السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي سنة أولى ابتدائي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هينشرح يونت 4 الوحدة الرابعة، واللي هي بعنوان My body and my senses. يلا بقى بعد بالراحة بقى كده. my أداة ملكية، my ملكية اللي بيجي وراها بيكون حاجة بتاعتي، فبقول my body معناها جسمي أنا، and يعني و my تاني أهي برضو اللي هيجي وراها هيكون حاجة بتاعتي أنا. senses اللي هي الحواس بتاعتي، الخمس حواس اللي ربنا خلقهم لي، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم واللمس والنظر. دي الخمس حواس اللي ربنا خلقهم لي. تمام، يبقى النهاردة هنتكلم على السنسز، الحواس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة lesson 1 الدرس الأول، واللي بعنوان head يعني الراس، head اللي هي الرأس بتاعتي، يبقى head يعني رأس. to يعني إلى toe اللي هو الصباع بتاع القدم، تمام كده، اللي هو الصباع بتاع رجلي اسمه ده. نروح بعد كده عند الكلمات اللي عندي. أول حاجة عندي كلمة head رأس، head رأس. I عين I عين I عين ear أذن nose أنف الإي في الآخر ما انطقهاش، والإس بتهزر عاملة نفسها زد. nose أنف. بعد كده كلمة فم، الأو واليو بننطقها والتي والاتش انطقها س. يبقى عندي هنا أول حاجة الأو واليو بنطقها والتي والاتش انطقها س، يبقى ماوث. لسان يعني tongue، مش هنطق اليو ولا الاي اللي في الاخر دول. tongue لسان tongue. قول معايا الاسماء لسان tongue. نروح بعد كده arm ذراع، الاي والار بنطقها arm ذراع arm. ايد يعني hand. رجل يعني leg. نكمل. قدم يعني foot. وبما اننا عندنا الاتنين يبقى بص بالراحة بقى، قدم واحدة بس foot. قدمين اتنين feet. خلاص يبقى foot feet. أصابع الأقدام toes. مفردها طبعا شيل الاس يبقى toe واحد بس. صباع ده صباع الرجل. طب صباع الايد finger، الاي والار finger. صباع الايد finger. يلا نكمل. دي كده كانت الكلمات. خلاص ندخل على القاعدة هنا ازاي اتكلم على حاجة ملكية، حاجة تخصني، حاجة بتاعتي. لازم اروح عند الزمن بتاع have. يبقى انت لو عايز تتكلم عن حاجة ملكيتك بتاعتك انت لازم تقول have، ودي معناها عندي. طيب have ليها اخت تانية، have ليها اخت اسمها has. خلاص يبقى have وهاز دي عيلة كده مع بعض، اسمهم عيلة have وهاز. have بتيجي مع الكبار وهاز تيجي مع الصغيرين. أول حاجة وهي أول جملة بتقول I have أنا عندي one nose أنف واحدة. يبقى أنا بحب أتكلم على حاجة بجسمي بقول I have أنا عندي two eyes عندي عينين اتنين. الولد ده بصوا كده نطلع بقى بالصور، تعالوا نشوف بيقولوا ايه. الولد ده بيشاور على العيون بتاعته بيقول I have two eyes، ده بيقول I have two eyes. طب ده بيشاور على الودان بتاعته وبيقول I have two ears. بيشاور على الماوث البق بتاعه بقه، بصوا بقه اهو بيقول I have one mouth. I have one nose. اتفقنا؟ يلا بينا كده يبقى احنا عرفنا لما بنيجي نتكلم على حاجة عندنا بقول I have. هنا بقى بيقول listen اسمع وبوينت وشاور واعمل circle كمان واعمل دايرة على الحاجة. يلا بينا نطلع عندنا بعد كده تمارين حل. كل ده تمارين حل بنحل.
ده الهوم ورك. جايب لي اجزاء الجسم اللي عندنا، الراس والاي والاير والفم الماوث وكل اجزاء الجسم اللي نحفظها كلهم جايبهم اهو. الاكتيفيتيز الانشطه، بعمل سيركل بعمل دايره، هنا بقرا كلمات واحطها على النقط، هنا برتب الكلمه بخليها صح. ماتش توصل. تشوز، تعال احل معاك اللي تشوز. نمبر 1 I نقط 2 legs، مش legs دي حاجه في جسمي، حاجه بتاعتي، يبقى اقول I have، انا عندي. I have نقط feet، feet ده جمع، يبقى أنا عندي feet يعني قدمين اتنين، أنا عندي 2 feet. I have نقط nose، مش nose ده أنف واحد، يبقى one nose. I have two، أنا عندي اتنين. two head راسين اتنين. two tongue لسانين اتنين، ولا two arms دراعين اتنين. I have one، عندي ايه واحد. feet، لا feet ده قدمين اتنين. legs رجلين اتنين، يبقى الأخيرة head راس واحدة. I have one head. تمام. نيجي هنا نكمل الكلمة، هنيجي هنا نحط yes أو no على الكلمة صح ولا غلط. lesson 2 بقى عندنا هو الفونكس الصوتيات، بيعلمني ازاي انطق مخارج الألفاظ والحروف. هناخد كلمات بحرف الر اللي هي ر، وكلمات بحرف الإه، إه مش سامع حاجة. أول حاجة كلمات بحرف الر زي خاتم ري، رينج رينج رينج، أحمر ريد ريد ريد، أرنب رابت 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 رابت. وبعد كده عندي إنسان آلي روبوت روبوت روبوت، صاروخ روك روكت روكت روكت. عندي بعد كده كلمات بحرف الإه. نبدأ أول حاجة بكلمة بتنجانة. بتنجانة هي egg اللي هي البيضة عادي، وبلانت النبات، يبقى أقول بتنجانة egg plant egg plant egg plant. عندي كلمة بيضة egg egg egg. كلمة فيل ألي، يلا بينا كده ألي، البي والاتش انطقها اف ف ف elephant، وآخرها كلمة أنت نملة elephant elephant elephant. يدخل enter enter enter. اللي هو بقى الكوع ده، بص اللي عامل لك عليه سهم ده، الكوع بتاع الإيد ده اسمه elbow 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 elbow. دي كده كانت الكلمات. هنا هنعمل tracing، هنمشي على الحروف عشان نظبط خطنا ونعرف ازاي نكتب الحرف. حرف الإه برضو هنظبطه ونكتبه. homework جايب لك الكلمات اللي انت مفروض تكتبها وتحفظها. activities الأنشطة، عندك أول حاجة circle، هتحط دايرة على الكلمة، هنا هنكتب الكلمة، هنا reorder ظبط الكلمة. يلا بينا هنبص على الصورة واختار الكلمة بتاعتها. تمرين سهل أوي، مش هحل معاك الاختيارات المرة دي، انت هتبص على الصورة وتطلع كلمتها، يعني المفروض تحفظ الأول عشان تبقى عارف كل حاجة اسمها ايه. هنا نكمل الكلمة yes ولا no، وبعد كده ماتش التوصيل، وهنا برضو ماتش هنوصل الكلمات تبدأ بحرف الإه. وبعد كده عندي بقى lesson 3، ولسن 3 ده ان شاء الله ناخده السيشن اللي جايه او الفيديو الجاي ان شاء الله. ذاكروا كويس واشوفكم بقى ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه يا حبايب وحبيبات القلب. باي.